السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كده يوم جديد وفيديو بسيط خالص لاخواتي في القناة دي، علشان في ناس جديدة في القناة ما كانتش شافت الأوضة دي خالص، أوضة بنتي، فسألوني عن الدولاب. هي كده كده الدولاب هو أكتر حاجة مميزة فيها، لأن هو شكله لطيف كده وجميل، فعلقتولي كتير على الدولاب، فقلت كده أخدكوا يعني جولة سريعة كده، او يعني تصميم الدولاب اوريهولكوا كده من فوق لتحت، بحيث ان لو حد حابب ان هو يعمل زيه، او حد مثلا حابب ان هو ياخد فكرة او كده، يبقى استفدتوا معايا. بصوا، هو ده كده شكل الدولاب اهو. هو ده دولاب كبير، يعني ده 220 سنتي او 230 سنتي، مش متر ونص ولا 120 ولا الكلام ده، لا ده دولاب كبير. يعني ده برضو ينفع دولاب اوضة نوم، بس تكون ايه، اوضه صغيره، يعني تكون الاوضه صغيره فانتي محكومه في دولاب زي ده، يمشي اوضه نوم جدا جدا. بس فده كده شكله من فوق كده، واخد اللون اللي هو الخشبي ده، الفريم بتاعه من فوق كله باللون الخشبي كده زي ما انتوا شايفينه، وهو اللون بتاعه اوف وايت، والقشره بتاعته دي بصوا خشنه كده، مش متمعجنه يا جماعه، يعني دي ما فيهاش معجون، مش واخده وش معجون خالص، هي مدهونه على القشره بتاعه الخشب، على الخشب مباشر مدهون الدهان ده، لونها اوف وايت، في اللون اللي هو داخل في اللي هي الحتت بتاعه الخشب دي، كانها اغمق سنه كده، فعاطيه شكل حلو قوي قوي للدولاب. وبصوا هو كده يا جماعه، ضرفتين ضرفتين ضرفه. لو انت بقى هتفصلي او هتوديه لصنايعي يعملهولك، تقدري مثلا تصغري تكبري براحتك خالص. يعني دول ضرفتين كبار، والضرفتين اللي في النص اللي هما اللي فيهم الشماعة، تحتها بقى في 3 ادراج زي ما انت شايفة كده اهي. والادراج بسم الله ما شاء الله كبيرة، بتاخد حاجات كتير، بس يعني ايه، انا مش هعرف افتحها لكم بصراحة، فيها ايه، ممكن افتح لكم الظرف، لكن الادراج مش هعرف افتحها بصراحة. هفتح لكم الظرف تشوفوا التقسيمة بس من جوه، بس محدش بقى ايه يعني يتريق على حاجة، عشان الدنيا مش احسن حاجة، مش مترتبة قوي يعني. فالمهم، ادي زي ما قلت لكم ضرفه اتنين خمس ظرف بالظبط. واخترنا كده المقابض دي اللي هي باللون الاسود. انت بقى المقبض بقى ممكن لو انت هتفصلي الاوضه تختاريه بقى باي شكل انت عايزاه، بس صراحه يعني المقبض الاسود مع اللون الاوف وايت، بصوا عامل شكل تحفه تحفه تحفه، منطق الاوضه، منطقها مع برضو بتاعه الادراج اهي. الادراج برضو المقابض بتاعتها الصغنطوطه الحلوه دي، بصوا اهي، باللون برضو الاسود كده، شكلها تحفه اهي. والضرفه دي ليها مقبضين زي دول بالظبط، يعني هنا في مقبضين اهم. المقابض دي المفروض ان هي تركب في الظرف دي، والى الان ما ركبتش، من يوم الاوضه ما جت ما ركبتش، فان شاء الله يعني تركب قريب يعني. وادي كده الشكل الخارجي للدولاب. بصي من تحت كده هو كاسي لحد تحت، ممكن الموديل ده يبقى حلو قوي لو ليه مرفوع عن الارض، لو ليه رجلين كده شكلها حلو كان هيبقى احلى كمان. بس ادي شكل الدولاب، هوريكي بقى تقسيمه سريعه. وهو برضو صحيح نسيت اقولك ان هنا كده فيه ليد كده بينور، هنوره واوريهولكوا برضو اهو يا جماعه، بس طبعا علشان الاوضه منوره قوي مش باين، استنوا اهو، ليد بروفايل كده من الجنب ده، وكمان من الجنب ده، بس الجنب ده مش عارفه ليه فاصل اهو. الجنب ده فاصل من يوم ما نقلنا الدولاب، يعني من يوم ما حركنا الدولاب من الجنب ده للجنب ده وهو فصل، واخدين بالكم اهو، بصوا. فالمفروض ان كانوا الاتنين بايده، وشكلهم بيبقى حلو جدا جدا كمان لو انتي طافيه النور بتاع الاوضه، والدولاب بس اللي منور كان بيبقى شكله تحفه. وهنا دي شماعه، ومن فوق في رف، انا حاطه الرف ده فيه شنطي انا وبنتي، وحاطه بقى هدوم بنتي كلها متعلقه هنا، تمام. بس الدنيا مش احسن حاجه يعني، فلا تعليق، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم من الجزئيه ايه المكركبه اللي تحت دي، ماشي. وهنا برضو معمول له كده المغناطيس ده عشان الضرفه تقفل كده، فاهميني، تبقى كبس كده، تمام. ده بالنسبه للضرفتين اللي في النص. خلاص يا جماعه اهو، وهو بعد دقيقتين 3 كده الليد ده كله بيطفي. تعالوا برضو اوريكم ايه الضرفه دي كمان بالمره كده، مش مشكله بقى ايه يعني،
يلا هنا ادي رف 2 3 4 والارضي ده 5. فالجنب ده كده متقسم درف، والمفاصل زي ما المفصلات دي زي ما انتم شايفين كده ايه، تقفل بالراحة كده، اللي هو النظام بتاع السوفت كلوز. تمام. وهنا برضو الجزء ده، دي انا اللي كنت حطاها مش جايه مع الدولاب. هنا الجزء ده بقى، ده كبير بقى، بحر بقى يا جماعة، ده بحر. بصوا ادي رف، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، بس كبار جدا جدا جدا. بصوا قد ايه، بصوا كبار ازاي، فبياخدوا حاجات كتير قوي قوي. المفروشات بقى بتاعتها، اللحفة، البطاطين، الملايات، فوطها، يعني كل حاجة. وبرضو النظام بتاعه اللي هو كده بيقفل بالراحة خالص اهو، قفل كده برضو سوفت كلوز. فده كده يا جماعة شكل الدولاب وتقسيمته. اللي حابب بقى يعرف، اللي حابب قصدي يعمل زيه، ممكن ياخده سكرين شوت ويوريه لاي نجار. ما اعتقد ان هو سهل قوي قوي، مفيهوش ولا نقوشات ولا في اي حاجة خالص. وبرضه اعتقد ان القشرة دي سهل اي نجار يعملها، يعني هي ما فيهاش ولا معجنة ولا اي حاجة، فهتبقى اسهل كتير كمان من الدواليب اللي بتبقى واخدة سكينة معجون او كده عشان تبقى ناعمة. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.